صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجة، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك، قد كده قد الرمانة، قد كده حلوة ورويانة، قد كده ترقص وتغني، قد كده تلعب وتحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلنا اليوم مثل حجازي قح، خرج من الحجاز ومن الكتاتيب حقت الحجاز. الكتاتيب طبعا هي المدارس قديمة اللي كانوا يتعلموا فيها القرآن. فتعالوا نسمع المثل وش قصة المثل وعلى ايش نقدر نطبقه في الحياة اليومين هذه، فخليكم معايا. مثلنا اليوم عنوانه راحوا اللي يقروا وبقيوا اللي ايش؟ وبقيوا اللي يخروا. راحوا اللي يقروا وبقيوا اللي يخروا. وطبعا قصة المثل هذا يقول لكم زمان كان في كتاب، الكتاب اللي هو المكان اللي يتعلموا فيه الطلاب، كانوا يتعلموا فيه القرآن، وكان قدام الكتاب هذا في واحد رجال مع عربة يبيع فيها دندرمة اللي هي السكرين. وفي ذا اليوم كل الطلاب اللي في هذا الكتاب قرروا انهم يشتروا من راعي الدندرمة، فكلهم سبحان الله ذاك اليوم اكلوا من الدندرمة دي. وترى انه الدندرمة هذا اليوم كانت شوية مجرسمة ملوثة. فلما دخلوا الكتاب فبدأت بطونهم توجعهم، كل شوية واحد يحط رجله برا يخرج على الحمام، فقام الأول وقام الثاني وقام الثالث، مو قادرين يستحملوا على الحمامات. وما بقي إلا كم طالب اللي هم الطلاب اللي يستحوا، هم كانوا طبعا أشطر طلاب وكانوا يستحوا إنهم يقوموا، لكن مع إنهم كانوا بطنهم مرة توجعهم. فأول ما قال الشيخ خلاص انتهى الدرس على طول هم كمان فكيك على بيوتهم عشان يخشوا الحمام. سبحان الله، دول اللي استحملوا جلسوا مرضوا مرض شديد جدا جدا جدا، وربنا افتكرهم ذاك اليوم. والناس اللي خرجوا وما استحملوا هم اللي اتشافوا وجو. فطالع الشيخ كده في الفصل وقال سبحان الله، راحوا اللي يقروا وبقيوا اللي يخروا. هذا هو مثلنا. ومثلنا هذا معناته انه الصفوة اللي تعتمد عليها راحت، وما بقي الا الناس اللي ما تعتمد عليهم ولا يجملوا في حاجة. هذا هو مثلنا اليوم. ان شاء الله انه يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله بكرة في حكاية جديدة ومثل جديد من امثال عم ولي. ومع السلامة. Good.